وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله تعالى الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، أفصح من نطق بالضاد وخير من جرى لسانه بالعربية، من ولد معد بن عدنان ويعرب بن قحطان، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما اختلف الليل والنهار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن واقع اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء، وبمعنى في الدول الغير ناطقة باللغة العربية. وشهدت هذه المنطقة شهدت اللغة العربية خلال تاريخها فترات من الازدهار والانتشار تخطت فيها حدود مجالها العربي إلى آفاق ومناطق واسعة، وذلك في عدد غير قليل من البلدان خارج نطاق العربية، أي البلدان العربية، وخاصة في بلدان القارة الأفريقية. وقد تمتعت اللغة العربية بوضع ومكانة متميزة على الخريطة اللغوية لأفريقيا، حيث استقرت اللغة العربية في غالبية أنحاء أفريقيا منذ وقت طويل، يسبق دخول أي لغة من اللغات الأوروبية إلى أفريقيا، أي اللغة العربية دخلت أفريقيا قبل دخول اللغات الأوروبية فيها، وتحدث بها عدد كبير من الأفارقة، وانتشرت بينهم انتشارا كبيرا. وقد ترسخت هذه المكانة بشكل خاص في غالبية دول شرق أفريقيا وغربها، بينما تتراجع هذه المكانة تدريجيا كلما اتجهنا صوب وسط القارة وجنوبها. وهذا دليل على انتشار الإسلام، وكلما انتشر الإسلام في دولة من الدول الأفريقية انتشرت معها اللغة العربية. وقد كان للإسلام الدور الأبرز في انتشار اللغة العربية، حيث صارت اللغة العربية مع الإسلام جنبا إلى جنب، وحلقت معه أينما حل وحيثما ارتحل، فاستخدمت العربية في أداء العبادات والشعائر الدينية لمن يعتنق الإسلام، وازداد إقبال معتنق الإسلام على تعلمها رغبة في التعمق في الدين عن طريق الرجوع لمصادره الأساسية عبر قراءة ومدارسة مصنفات الفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم الشرعية. وقد أدى هذا الارتباط الوثيق بين اعتناق الإسلام وتعلم العربية إلى أنه جعل للعربية درجة من الانتشار في كل المناطق التي تضم الجماعات المسلمة، كما كان للهجرات العربية لإفريقيا دور في نشر اللغة العربية. وكذلك كان للتجار وللطرق الصوفية وللدعاة وللمعلمين جهود صادقة في نشر الإسلام واللغة العربية في أفريقيا، وذلك عن طريق السلوك القويم والقدوة الحسنة والدعوة الصادقة والتعليم، حيث قاموا بإنشاء المساجد وفتح المدارس في كثير من البقاع، كما أنهم صاهروا أهل البلاد واندمجوا فيهم. هؤلاء العرب الذين جاءوا أو المسلمون الذين جاءوا إلى أفريقيا تساهروا مع القبائل العربية، ولم يكن هنالك فرق بين أفريقي وعربي وغير ذلك، لأن الإسلام الناس عنده سواسية. لذلك كان دخول الأفارقة إلى الإسلام بهذا المعنى،
وجدوا أن الإسلام يحتويهم، عكس الديانات المنحرفة الأوروبية وغير الأوروبية التي كانت لها طبقات ولها مفاهيم أخرى. ولم يتوقف الأمر عند إلمام مسلمي أفريقيا باللغة العربية للقيام بالشعائر الدينية أو إتقان بعضهم لقواعد العربية وعلومها، بل انتشرت اللغة العربية في كثير من الأقطار الإفريقية حتى أنها استخدمت كلغة تواصل مشتركة بين القوميات المختلفة القاطنة في هذه الدول. أي اللغة العربية صارت لغة مشتركة بين القبائل التي تتكلم كل واحدة بلغتها أو لهجتها، فكان التواصل والتلاحم بينهم والتفاهم عبر اللغة العربية، كما استخدمت كلغة للتعليم والثقافة والأدب، وظهرت الكتب والمصنفات التي وضعها كثير من العلماء الأفارقة المسلمين باللغة العربية في شتى مجال العلم، وخاصة العلوم اللغوية والشرعية. وكذلك دونت عشرات من اللغات الأفريقية بالحرف العربي. بل والأكثر من ذلك أن العربية استخدمت كلغة للإدارة والحكم في كثير من الدول الأفريقية، فوضعت بها المراسم وسيقت بها القوانين، وصارت لغة المراسلات والمكاتبات الحكومية. بعد أن تمكنت هذه اللغة العربية صارت في الدوائر الحكومية وفي المراسلات والمكاتبات. إلا أن اللغة العربية شهدت تراجعا ملحوظا على الصعيد الأفريقي، خاصة في أعقاب قدوم الاحتلال الصليبي للأراضي الإفريقية الذي كان يطلق عليه الاستعمار. هو ليس الاستعمار، إنما كان الاحتلال صليبي للأراضي المسلمين وإبعاد هؤلاء الأفارقة عن الإسلام، وما ساحبه من فرض ونشر للغات المستعمر ومحاربة لنفوذ وتفوق وانتشار اللغة العربية. أول ما جاء هؤلاء المستعمرون أو محتلون إلى أفريقيا نشروا لغتهم حتى يبعدوا المسلمين من اللغة العربية، لأن اللغة العربية يفهم بها الدين ويفهم بها الكتاب والسنة النبوية والفقه وهكذا. فتوقف الامتداد الكبير الذي حققته اللغة العربية خلال عصور التفوق الحضاري الإسلامي، وبدأ انحسار وتراجع اللغة العربية أمام تقدم اللغات الأوروبية. حصل انحسار وضعف لمحاربة هؤلاء المحتلون للغة العربية. ولم يتوقف الأمر على الدول الإفريقية خارج نطاق العربية، بل امتد الخطر إلى قلب الامتداد والنفوذ العربي في شمال أفريقيا التي فرضت عليهم الفرنسية فردا حتى ضعفت اللغة العربية، وهنالك أنشأوا لهجات مثل الأمازيغية وغيرها والبربرية حتى يبعدوا المسلمين من لغتهم العربية، ويكون هناك ضعف في المسلمين في فهم دينهم وعقيدتهم، حيث تعرضت هذه الدول لهجمة فرنسية شرسة كادت أن تفقد فيها هويتها ولسانها العربي. هذه في شمال أفريقيا، المغرب وتونس والجزائر وكذلك مصر، لولا حملات التعريب التي خاضتها تلك الدول عشية استقلالها عن الاحتلال الفرنسي. حضور اللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء، رغم ما تعرضت له اللغة العربية من تحديات ومعوقات منذ قدوم الاستعمار أو الاحتلال الأوروبي لأفريقيا وفقدانها لكثير من الإنجازات التي حققتها فيما مضى، إلا أن حضورها في القارة الأفريقية جنوب الصحراء لا زال مشهودا وماثلا في الحاضر، وإن تفاوت هذا الحضور من منطقة لأخرى ومن بلد
لآخر، فما زالت اللغة العربية والثقافة الإسلامية تتمتعان بحضور قوي في بلدان شرق إفريقيا، وخاصة في الصومال وجيبوتي وجزر القمر وإريتريا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا، وفي دول غرب إفريقيا وخاصة في السنغال التي شهدت فيها نمو وانتعاش اللغة العربية وحب السنغاليون للغة العربية لفهم دينهم وحفظ القرآن الكريم. وفي كذلك في مالي والنيجر وغامبيا وكينيا ونيجيريا، هذه البلاد التي دخلت شعوبها الإسلام اعتمدت اللغة العربية في حياتهم. أما في وسط أفريقيا فباستثناء تشاد وشمال كاميرون لا نكاد نجد اللغة العربية أثرا كبيرا في بقية بلدان وسط أفريقيا. أما في دول جنوب أفريقيا فيصل حضور اللغة العربية لأقل معدلاته في دول القارة الأفريقية تقريبا، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الإسلام يمثل دين الأقلية في هذه البلدان. ونحن نعلم أن خريطة الإسلام تطابق في الغالب خريطة الثقافة الإسلامية واللغة العربية. وهنالك بعض التقديرات لأعداد المسلمين في قارة إفريقيا، ومن الباحثين المسلمين أكد أن قارة إفريقيا تعتبر قارة مسلمة بهذه النسب التي وجد فيها عدد المسلمين في كل دولة. فيقول في قارة إفريقيا تتوافق مع هذا الرأي وتعضده، حيث تشير إلى أن المسلمين يتركزون في شمال القارة، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 82% من عدد السكان. أما في غرب القارة الأفريقية فتبلغ النسبة 62%، وفي شرقها تصل النسبة إلى 52%، وتنخفض نسبة المسلمين في كل من وسط أفريقيا حيث تبلغ 15%، وجنوب أفريقيا حيث تبلغ 10%. هكذا نجد التقديرات التي قدرها الباحثون في أعداد المسلمين في القارة الأفريقية، وبها يشيرون إلى أن قارة أفريقيا تعتبر قارة مسلمة وذات لغة العربية. وإلى فاصل قصير. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء، ومواصلة لمن قطع من حديث عن واقع اللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء. والآن نتناول الدور الديني للغة العربية في أفريقيا. يعد الدور الديني للغة العربية من أهم الأدوار التي تقوم بها اللغة العربية على الإطلاق في دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تعد العربية اللغة الدينية للمسلمين هناك، فهي لغة القرآن ولغة الشعائر الدينية. هذا دورها في المجتمع المسلم في أفريقيا، وبها تقام الصلاة وتلقى خطب الجمعة والعيدين، وفي بعض الأحيان تلقى بها دروس العلم في المساجد باللغة العربية، ولذا فإنها تتمتع بمكانة كبيرة في نفوسهم، وهم ينظرون إليها نظرة احترام وتقديس هذه اللغة، لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في نظر كثير منهم لغة الفكر والحضارة والتاريخ ولغة الرسالة التي يحملونها في الحياة.
وهي لغة علمائهم وفقهائهم وأئمتهم، وهي بالنسبة إليهم ليست لغة قبيلة معينة أو شعب معين، ولكنها لغة الأمة والإسلام، مهما اختلفت لغاتهم وألوانهم وأوطانهم وأزمانهم. ولذا نجد أن الكثيرين منهم يحرصون على تعلم اللغة العربية، وذلك لأن معرفة اللغة العربية لا تزال ملازمة لحفظ القرآن الكريم. لذلك هم يحفظون أو يبدأون بالحروف الأبجدية العربية، ثم بعد ذلك يقرؤون أو يحفظون القرآن الكريم ويفهمونه. وضرورة لفهم واستيعاب تعاليم الإسلام من مصادره الأساسية، وأي مسلم بصرف النظر عن لغته الأم لا بد له من إلمام ببعض العبارات العربية مثل الشهادة. إذا أراد الإنسان أن يدخل الإسلام عليه أن يلقن الشهادة، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهذه الشهادة يكون دخل الإسلام. وكذلك عبارة التحية التي يسمعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أو غيرها، هذه المفردات يسمعها المسلم الإفريقي فيتحمس لتعلم اللغة العربية. كما يجب عليه حفظ الفاتحة حتى يصلي بها، وبعض الآيات القرآنية باللغة العربية حتى يستطيع أن يؤدي صلاته. ومن أراد أن يزداد تفقها في شؤون دينه فعليه أن يزداد علما باللغة العربية ليطلع على المؤلفات الدينية المختلفة من كتب الفقه والشروح والتفاسير وكتب الحديث. هذه لا يفقهها إلا بأن يتعلم اللغة العربية. وقد أدى هذا الارتباط الوثيق بين اعتناق الإسلام واللغة العربية إلى أنه جعل للعربية درجة من الانتشار في كل المناطق التي تضم جماعات مسلمة. ولذا يمكن القول أن درجة حضور اللغة العربية في مكان ما غالبا ما ترتبط بعدد المسلمين، لأنه يضمن إلى حد كبير إلمامهم بطرف ولو يسير منها، أي من اللغة العربية. وكلما زاد عدد المسلمين كانت فرصة إقامة حلقات العلم والمدارس الإسلامية أكبر، الأمر الذي يتسع إيجاد تعليم إسلامي ومن ثم انتشار اللغة العربية. ولكن لا يفوتنا في هذا الإطار أن نشير إلى أن كون المرء المسلم لا يستوعب بالضرورة إتقانه للعربية إتقانا تاما، بل يكفيه معرفة ما يقيم به، ليست مفروضة على الناس، ولكن لمن أراد أن يتفقه في الدين ويكون إماما وشيخا في الإسلام لا بد عليه أن يتعلم اللغة العربية. ولذا نجد أن الأفراد في الدول الأفريقية جنوب الصحراء يختلفون في مدى إلمامهم وإتقانهم للغة العربية، فمنهم من يفهمها ويتحدثها بشكل تام ويستطيع استخدامها في الحياة اليومية، ومنهم من يستطيع تلاوة القرآن الكريم والحديث في الأمور الدينية ويمكنه فهم الخطب باللغة العربية، لكنه لا يستطيع استخدامها في حياته اليومية. ومنهم من تقتصر معرفته بها على إقامة الشعائر الدينية فقط، ويتوقف كل ذلك على مقدار ما تعلمه من اللغة العربية في المساجد أو الخلاوة والكتاتيب أو في المدارس الإسلامية أو في غيرها من المؤسسات التي يتم فيها تعليم اللغة العربية. وهكذا نرى أنه كلما ساهم الإسلام في نشر اللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء ساهم عدد المسلمين الكبير في الحفاظ على استقرار وثبات اللغة العربية هناك، بصرف النظر عن مستوى إتقانهم لها. فعدد المسلمين الكبير لا يزال من أهم عوامل استقرار اللغة العربية وثباتها في البلدان الإفريقية. وضع اللغة العربية في مؤسسات التعليم بأفريقيا، هل هذه اللغة العربية اندمجت في التعليم العام والخاص في إفريقيا؟ يمكن تقسيم المؤسسات التعليمية في دول أفريقيا
جنوب الصحراء إلى قسمين. أولا في المؤسسات التعليمية الحكومية الرسمية، الجامعات والمدارس الحكومية. يتباين وضع اللغة العربية في المؤسسات التعليمية الحكومية في دول إفريقيا جنوب الصحراء، فهنالك دول تدرس العربية في كل أو معظم مراحل التعليم، وهناك دول تدرسها في التعليم الأول فقط أو في المرحلة الجامعية فقط، وهنالك دول لا وجود للغة العربية في مناهجها على الإطلاق، وهي في الغالب البلاد التي يمثل المسلمين فيها أقلية، يمثل فيها المسلمون أقلية محدودة للغاية. وللغة العربية حضور في التعليم الحكومي في إفريقيا وخاصة في شرق أفريقيا، ولكنه لا يسير على نمط واحد، حيث يختلف شكل هذا الحضور من دولة لأخرى. ففي إثيوبيا لم يكن للحضور للعربية حضور في التعليم الحكومي حتى صدور دستور في عام 1994. صدر الدستور الذي بنيت على أساسه السياسة التعليمية للدولة، والتي منحت كل إقليم من الاتحاد الفيدرالي الحق في تحديد لغات التعليم. كانت محاربة، ولكن في سنة 1994 هنالك حصل تغيير في الدستور، وأعطي كل إقليم حقه في التعليم بلغة يناسبه في تحديد لغات التعليم الخاصة به في مرحلة التعليم الأولي. فاختار إقليم بني شنغول اللغة العربية كلغة تعليم في مرحلة التعليم. أما مستوى التعليم الجامعي فقد تم تأسيس شعبة اللغة العربية في أديس أبابا منذ عدة سنوات، والآن صارت كلية اللغة العربية في جامعة أديس أبابا، ولها عدد من حضور من الإثيوبيين وغيرهم في تعليم اللغة العربية في جامعة أديس أبابا في أثيوبيا. وأما في إريتريا نجد أن اللغة العربية يتم تدريسها كمادة دراسية في المرحلة الأولية وفي المرحلة الثانوية، وطبقا للسياسات الحكومية للحكومة الأريترية فإن لكل قومية الحق في استخدام لغتها، لذلك ما قاموا بمشروع ما يسمى بلغة الأم لمحاربة اللغة العربية ولغتها كلغة تعليم في مرحلة التعليم، بينما تستخدم الإنجليزية كلغة تعليم في مراحل التعليم التالية، في حين تدرس اللغات الأخرى كمواد دراسية. وهؤلاء الطلاب الذين درسوا بالتجرينية وهي لغة جيزية سبائية في المرحلة الأولية يدرسون العربية كمادة دراسية، وفي مقابل ذلك فإن الطلاب الذين درسوا بالعربية في المرحلة الأولى يدرسون اللغة التجرينية كمادة دراسية. هكذا كان في إريتريا. ونظرا لأن أي من القوميات لم تختار العربية كلغة تعليم، لأن العربية في الواقع الفعلي تدرس في كلا المرحلتين كمادة دراسية. وأما في دولة جيبوتي تدرس اللغة العربية في المدارس الحكومية مع الإنجليزية والفرنسية ابتداء من الصف السابع، هذا بالإضافة إلى إنشاء قسم عربي في جامعة بول التي تأسست عام 2002. هنالك قسم عربي. وأن الرئيس الجيبوتي قد أصدر قراره لوزارة التعليم بأن تقرر مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية ضمن المنهج التعليمي. وهذه الدولة دولة جيبوتي ودولة الصومال ضمن الجامعة العربية، ولكن هنالك كانت محاربة للغة العربية حتى يبعد الشعوب الإسلامية عن إسلامهم بمحاربة اللغة العربية التي يفهمون بها دينهم. كما أدمجت المدارس التي تدرس باللغة العربية كاملة ضمن نطاق المؤسسة التعليمية الرسمية. أما في دولة أوغندا فيتم تدريس اللغة العربية في جامعة ماكريري الحكومية، وقد بدأ تدريس العربية في هذه الجامعة في السبعينات من القرن الماضي، ولكنها لم تكن
تدرس كمادة منهجية للطلاب، إنما كان يدرسها الراغبون كمادة إضافية، ولكن تدريسها توقف عام 1900 مع تغير النظام السياسي بسقوط حكومة عديد. وفي عام 2003 إلى 2004 تمت الموافقة على عودة تدريس اللغة العربية بالجامعة رسميا، وذلك بعد توفر جهة تمول برنامج تعليم اللغة العربية في هذه الجامعة، جامعة مكريري. وهي هذه الجهة هي جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ تدريس العربية بقسم اللغة العربية في كلية الآداب، وقد توسع القسم فيما بعد ليشمل كلية التربية أيضا. وأما في الصومال، وبرغم اعتماد العربية لغة رسمية إلى جانب الصومالية لأنها ضمن جامعة الدول العربية، إلا أن اللغة الصومالية هي المسيطرة على التعليم الحكومي بشكل كبير، ويتم التدريس بالعربية فقط في المدارس الأهلية. وأما في زنجبار وهي بتنزانيا، يتم تدريس اللغة العربية كمادة دراسية في التعليم الحكومي، وذلك في المرحلة الابتدائية بداية من الصف الرابع، وفي المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. ويبدو أن واقع اللغة العربية في المؤسسات التعليمية الحكومية في غرب أفريقيا أسعد حالا منها في شرق أفريقيا، فقد قررت كل من مالي والسنغال والنيجر وغينيا وغامبيا ونيجيريا إدراج تعليم اللغة العربية ضمن برامج المدارس الحكومية بها. ففي مالي تتم دراسة اللغة العربية في التعليم الحكومي بشكل بارز، ففي التعليم الابتدائي تدرس العربية من الصف الأول حتى الصف السادس بالمدارس ثنائية اللغة، أي الفرنسية والعربية. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي